السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا بصوا، انا النهاردة في مشكلة جامدة جدا 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 جدا. الدنيا بصوا مكركبة عليا. انا بالنسبة لي اللي انا فيه ده مشكلة. بصوا حاجة كبيرة كبيرة كبيرة، يعني مش قادرة اقول لكم. يلا بقى نشاط النهاردة ونعمل روتين حلو كده مع بعض. روتين كله افكار حلوة. يلا نبتدي. هنشوف هنعمل ايه. بصوا زي ما انتم شايفين مفيش مكان في المطبخ مفهوش مواعين مش نظيفة. طبعا حبيت ان انا افتح الكاميرا كده بقى ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا لميت بس المواعين الاول كده، الم بس الطباق كده والكوبايات اغسلها الاول، بعد كده الحلل. لان في عندي ألمونيا كتير في المواعين، فعايزه بقى تتغسل غسله كويسه كده. طبعا انا بغسلها بالصابون اللي هو انا كنت عاملاه معاكم اللي هو الاسمر ده. فلازم بتك على الألمونيا كده اما بيكون عندي شويه كتار. بلمهم كده على بعضيهم واغسلهم بقى في الاخر كده بما يرضي الله يعني. طبعا الروتين بتاع النهارده هنسميه بقى روتين ايه؟ نسميه روتين اللي كله افكار حلوه، لان بس مش مواعين بس ولا ترويق مطبخ. هنشوف كده مع بعض هنعمل ايه. طبعا هنا انا بقيت غسلت الطباق كده بقى ودخلت بقى على الحلل. طبعا زي ما انتم شايفين كده كان عندي حلل كتير ألمونيا. حبيت ان انا بقى اغسلها زي ما انا قلت لكم كده ايه بذمه وضمير. بس بقى انا اول حاجه ببتدي بيها هي الكوبايات والطباق والمعالق وكده، واخلي بقى الألمونيا دي اخر حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بغسل وصفت كده جنب مني، فكنت هجيب بصراحه المطبقيه اللي انا بصفي فيها، لقيتها تبقى صغيره على كميه المواعين. المواعين كانت كتيره جدا. المواعين دي والله ما بقالها حاجه، ده هي مسافه النيل بس. يعني بتاعت عشاء وبتاعت بعد غدا غسلت نصهم ونصهم كان لا يعني. وبتاعت الفطار اتكونت زي ما انتم شايفين كده. عندي ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخلي كل واحدة عندها أطفال. في ثانية الدنيا بتكركب، في ثانية تكوني مشطبة المطبخ، أول ما بتدي ظهرك كده تلاقي المطبخ في ثانية كركب معايا. ربنا يخلي يعني لكل عين رجاها زي ما بيقول. طبعا الولاد سواء بنات او ولاد او سواء ولاد او بنات وولاد، ربنا يخلي يا رب الاطفال دول نعمة. ووجود يعني ضناكي معاكي ده كنز يعني. حتى لو كل يوم صحتك مهلوكة عليهم، بس ربنا ما يحرم حد من ضناه ابدا. لان الاطفال دي نعمة. يعني ما يحسش بيها الا كان اللي اتحرم منها، او اللي طبعا ربنا ما يحرم حد ويراضي كل واحد كل واحدة، ويرزق المحتاج يا رب. طبعا هنا انا بدعي الدعوة دي يا جماعة لناس كتير في بالي، ربنا يرضيهم يا رب. طبعا انا هنا كنت غسلت كميه المواعين زي ما انتم شفتوا كده. غسلتها غسله يعني مش قادره اقول لكم. المواعين الالومنيا بتتكلم اهي، والحوض بقى وكده. طبعا نخش بقى على البوتاجاز بتاعي كان يعتبر عايز قرار ازاله. بصوا لان انا كنت قلي عليه سمك، بس انا صراحه اليوم ده ما صورتش. والزيت يعني الزيت طرطش نزل على العين وهي بقى مولعه. ما اجراكوا بقى من العين استحاله هتنضف كده بالسلكه. فانا جبت المنض اللي بيسيح الدهون، اللي بيزيل الدهون عندي، ورشيت كده زي ما انتم شايفين. قلت بقى على ما اصفي بقى المواعين وارصها مكانها يكون ايه نزل الدهون اللي عليه، بعد كده بقى اصبنه. طبعا المطبخ لما بيكركب كله يعني، او لما المواعين بتتكون بتحسي ان الدنيا مكركبه كركبه ما بعدها كركبه. طبعا انا بسجل الفيديو ده كان امبارح اللي هو الجمعه، بسجله النهارده لان انا عندي فيديوهات او ما بلاقي نفسي فاضيه ومش ورايا حاجه ممكن اسجل فيديوهين وانزله على يومين. فده كان فيديو امبارح صراحه. طبعا هنا زي ما انتم شايفين كده رصيت كميه المواعين، بس لسه بقى الرخام يتطبن لسه بقى، والبوتاجاز لسه الفيديو مطول معانا كده. ما تزهقوش ولا تملوا، فيديو حلو وهيديكي نشاط كده ان انت تقومي ايه تتحفزي. طبعا كل حبايبي عارفين يعني ايه نشاط. كل الحريم باكملها يعني
ربنا يدي كل واحده الصحه، عندها الخفيه وعندها النشاط، بس بيجي لنا وقت كده يعني ايه نكسل كده. فالنهارده تحفزي كده معايا كده وقومي تشجعي، ويلا بينا ايه نشوف هنعمل ايه مع بعض كده. مش مواعين بس، هنشوف هنكمل مع بعض كده ايه كذا حاجه كده ناقصاني، قلت اكملها كده معاكم النهارده وانا فاتحه الكاميرا. اتعودت بقى افتح الكاميرا كده وايه واصور معاكم كده واسجل معاكم واسمع تعليقاتكم الحلوه كده كل يوم. طبعا هنا مسكت البوتاجاز زي ما انتم شايفين، بصوا منزل ايه كميه دهون فظيعه، مع اني على طول زي ما انتم عارفين بغسله على طول وكل يوم لازم يتصبن. ما بسيبش بوتاجازي ده يوم يومين ورا بعض كده ما يتغسلش، هو بيتلمع في اليوم كذا مره، بس التصبينه الجامده دي لازم كل يوم. بس بشيل العيون ممكن يوم ويوم، كل يومين بشيل العيون كده واغسلها غسله كويسه. طبعا صابين في البوتاجاز تصبينه زي ما انتم شايفين، بصوا العين اللي كانت عليها اللي في النص دي كان عليها كميه زيوت مش قادره اقول لكم. طبعا لمعته تلميعه كويسه اهو، بصوا بقى بيبرق بيبرق. وهنا جبت بقى شويه بريل كده وشويه خل، وقلت بقى امسك الرخامه كده بقى ايه المعها، لان لما قليت السمك الزيت لما طرطش غرق بقى، وصل للفرن كده ووصل بقى على الرخام ووصل على المطبخ، فطبعا الدنيا كانت بايظه خالص. مسكت بقى السلكه كده وقلت اصبن حته حته كده بقى في الرخامه، بحيث ان ايه طبعا. وقلت بقى احط بقى العجان بقى على نظافه بقى كده، كنت من يوميها ما حطيتوش على الرخامه. سجلت معاكم وعملت معاكم ريفيو وحطيته تاني في الكرتونه في ارضيه المطبخ، فطبعا خايفه بقى لا يروح واقع يتكسر، ولا مثلا بنوتي تقف عليه تروح كسره فيه حاجه. فقلت بقى ايه بما اني بقى بصبن بقى الرخام وكده انضف احطه مكانه. بصوا منور المطبخ كده، نور الرخامه طبعا. خلى الرخامه كده ايه منوره كده، كل شويه ابص عليه كده واقول ايه انت بقى اللي كان نفسي فيك من زمان. طبعا ربنا يدي كل واحده نفسها في حاجه ربنا يديها لها. طبعا هنا مسكت بقى المطبخ كده بقى ايه تلميع تلميع. طبعا الكاميرا كانت فصلت، انا مسكت الليفه ولمعت كده بالليفه بالبريل كده بالليفه على عايم كده، لو اي زيوت ولا حاجه تطلع. بعد كده بقى بالحته كده لمعت ايه المطبخ ايه الالمونتال كده. طبعا هنا بقى ايه قلت بقى لميت السجاده وقلت اكنس. طبعا الكاميرا كان اليوم ده كانت عماله تفصل معايا معرفش ليه، يعني اليوم بدأ معايا ما شاء الله يعني. طبعا الحمد لله. هنا بقى مسكت المقشه وقلت بقى ايه الم كده بقى ايه. طبعا ما كانش فيه زباله بس كان ورق بس بيطير كده مطرح ما نفضت السجاده في ارضيه المطبخ. هي اللي ده اللي كان عليه. طبعا انا لمعت المطبخ بس ما كانش الكاميرا كانت فصلت ورحت فرشه بقى السجاده. طبعا انا حاطه عليها حته كده عشان اي زيوت اي حاجه، والحته دي بقى يعني الدفايه اللي انا فرشاها عليها دي على السجاده كل كام يوم كده او كل يومين ثلاثه بشيلها اغسلها بحيث ان السجاده تفضل نظيفه. طبعا انت اعملي زي ما انا بعمل كده هتفضل السجاده نظيفه. وبعدين انتوا عارفين سجاده المطبخ على طول بتتوسخ، فانت لما تحطي عليها حته على طول يعني ايه تقعد معاكي شويه. طبعا هنا كان معايا كان عندي بيضتين كنت جايباهم برضو لسه كانوا صابحين فريش، وطبعا كنت عايزه اتبلهم عشان اشويهم. فقلت بقى بالمره النهارده ايه طبعا انا مسكتهم غسلتهم غسله كويسه ونقعتهم بالملح والليمون. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده كنت بس طبعا قبل ما افتح الكاميرا، بس لما دلوقتي رحت انا غسلاهم بقى غسله كويسه من الملح والليمون. وقلت بقى ايه اعمل التتبيله عشان ابيتها لتاني يوم للنهارده يعني. طبعا هنا ايه حطيت 3 بصلات وطماطم ضربتهم وطماطمتين في الكبه في الخلاط ضربتهم زي ما انتم شايفين كده، ونزلت عليهم بقى بايه بالتوابل بقى البهار بقى بتاع الشويه ده بقى مش قادره اقول لكم. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه او هنحط ايه. حطيت فلفل اسمر وكل حاجه معلقه صغيره فلفل اسمر وكزبره ناشفه وتوم باودر وبصل باودر والسبع بهارات ومعلقه كبيره بابريكا وملح طبعا وعلبه زبادي ومعلقه عسل نحل. وطبعا هحط صويا صوص طبعا ده اكيد للمشويات اهو. بصوا حطي كده معلقتين كبار كده حلوين بحيث ان هما ايه يدوا لون ويدوا طعم حلو كده في الايه في المشويات، بيدي حاجه حلوه كده في المشويات. طبعا قلبت كل البهار اللي انا قلت لك عليه بالبصل بالطماطم بكله، وهحط بقى الفراخ فيه وهتبلها. طبعا انا نسيت
الكاميرا كانت فصلت بس ما فتحتهاش صراحه، كنت معلقاها يعني. حطيت معلقه خل و... واربع معالق زيت. عشان ايه؟ الكاميرا ما جابتهمش، يبقى معلقه خل كمان واربع معالق زيت. هقلب كل اللي بقى اللي انتوا شفتوه ده، وعصره ليمونه، نص ليمونه، عصره نص ليمونه. طبعا قلبت كل اللي انتوا شايفينه ده، وهغطيه بقى بستريتش كده عشان ما يكرفش بقى في التلاجة، واسيبه اتساب يوم بحاله، يعني يوم بليلته كده لغايه النهارده. يعني انا عملته النهارده بس الصراحه برضو ما صورتوش، يعني كان عندي حاجات كتير صورتها تنزل لكم بكره ان شاء الله. طبعا هنا كنت تبلت بقى الفراخ زي ما انتوا شفتوا، دخلتها التلاجة، ونضفت المطبخ، غسلت مطرح بقى الفراخ. طبعا هنا انا كنت قايله لكم من فتره كده ان انا عايزه اعمل طحينه، لان الطحينه خلصت، فقلت بقى النهارده اعملها برضو بما انه بقى الروتين. هو الروتين بقى يعني ايه؟ اي حاجه ناقصاك اعمليها، اي حاجه عندك مش نظيفه تعمليها. طبعا هنا قلت اعمل طحينه المره دي بزياده. انا كل مره بعمل ربع سمسم وربع سوداني، النهارده عملت نص سمسم ونص سوداني. طبعا ده نص كيلو من السمسم، انا كنت منقياه. بصوا يا جماعه الغامق ده سمسم، سمسم برضه، مش فيه اي حاجه، مش فيه طينه ولا فيه اي حاجه. انت بتجيبيه من عند العطار وتنضفيه كده تنظيفه حلوه، وعبيته في الكيسه تاني. بصوا انا دلوقتي ولعت عليها النار، بطلع منه الرطوبه. هتعرفي استوى ازاي؟ اول ما بتمسكي السمسم كده بايدك او السوداني تلاقيه دافي كده، طلعتي منه الرطوبه. ما بتسيبوش على النار كتير، يا دوبك بس تحسي ان هو دافي معاكي السمسم او السوداني. وكذلك بعمل برضو في السوداني، بتطلعي منه الرطوبه عشان تتاكدي ان حاجتك تفضل معاكي كويسه وتعيش وما يتعفنش ولا يجرى اي حاجه. طبعا هنا جبت المطحنه بتاعه الخلاط اهو، قلت بقى اطحن بقى السمسم. طبعا انا ما رضيتش افتح الصوت لان الصوت مزعج بتاع الخلاط. بصوا السمسم والسوداني، كل اللي شافها قبل كده الطحينه انا عملتها، واللي ما شافش بكرر كلامي تاني. الطحينه سمسم والسوداني فيه كميه زيوت، لازم تطحنيه بالراحه شويه بشويه، عشان لو انتي ضغطتي على الخلاط جامد او شغلتي المطحنه مره واحده وما فصلتهاش، هتلف معاكي السمسم او السوداني، الزيوت بتاعته هتخرج ومش هتضربيه كويس، هيطلع معاكي خشن. بصوا طبعا هو مش ناعم قوي، بس يعني كده تضربي، يعني تضربي ضربه نص دقيقه كده وافصلي وشغلي تاني لغايه ما تحسي ان بقى معاكي كده السمسم والسوداني. طبعا ضربت السمسم وهضرب السوداني اهو. بصوا بس انا مش راضيه اشغل عشان الصوت يعني. طبعا هنا عملت السمسم والسوداني، حطيتهم فوق بعض اهو على بعض. تعالوا بقى نجيب بقى شفشق الخلاط كده، خلاص مهمه المطحنه دي خلصت. حطيت هنا كوبايه من الزيت، هو النص سمسم والنص سوداني هياخد كوبايتين من الزيت، لانه الربع سمسم والربع السوداني بياخد كوبايه من الزيت. طبعا انا هنا مضاعفه الكميه عن نص سمسم ونص سوداني، يعني كيلو هياخد كوبايتين من الزيت وكوبايتين من الدقيق. طبعا شوفوا كده انا ضربت ضربه كده، ورحت بقى حاطه، كنت انا حطيت نص الحاجه. المهم ان انا حطيت الكميه كلها في الخلاط، حطيت الكميه كلها، كوبايتين الزيت وكوبايتين الدقيق، واضربي بالراحه. طبعا انا حطيت كوبايه من الزيت واحده، ورجعت بقى حطيت الكوبايه التانية شويه بشويه، نزلتها كده شويه بشويه، يعني كوبايتين حطيت الكوبايه، بعد كده تاني كوبايه. بصوا القوام الخلاط، بصوا مش مقاوم، لان دول زيوت مع الزيت اللي انا بحطه الخلاط كل شويه يفصل. بس الحمد لله طلع معايا القوام بالراحه كده. هتعمليها كويس، لان الخلاط عندي صراحه سرعته ضعيفه، فما بيستحملش اي حاجه تقيله. بصوا قوام كريمي، طحينه طحينه بيتي بيتي، مش قادره اقول لكم، ولا تقولي بقى طحينه شركات ولا انتي بالك في ده، ولا طحينه مصانع. بصوا حكايه طعم. حطي بقى على بتنجان، حطي على فول، طبعا ما تحطي حطي وانت قلبك مطمئن بشويه الطحينه العسل دول يستاهلوا بقى. طبعا ضربت الكميه. طبعا هتحطي كوبايتين زيت على الكيلو اللي هو نص سمسم ونص سوداني، يعني كيلو من السمسم والسوداني هتحطي عليهم كوبايتين زيت وكوبايتين دقيق. وزي ما انا قلت لك كده، طبعا البطرمان دي غسلها بغسله ميه سخنه كده ومعقماها ومنشفاها تنشيفه كويسه، وحطيت فيها الطحينه. طبعا عملوا لي كميه زي ما انتم شايفين يعتبر كيلو طحينه عملته النهارده. وتبلت الفراخ للشويه ونضفت المطبخ. طبعا ده الروتين بتاعي،
الروتين بتاعي روتين جامد جامد. روتين يحفزك ان انت تقومي تتشجعي. قومي تشجعي بقى وشوفي بيتك ناقصه ايه، واعملي زي ما انا عملت. روتين بقى النهارده، روتين النهارده كله نشاط. روتين حلو قوي. تعالوا بقى نسميه مع بعض كده، نسميه روتين يلا نشاط النهارده. روتين جامد جامد جامد. انا بقى ايه اكتب لكم في العنوان كده، يلا نشاط النهارده روتين جامد جامد جامد. روتين كله افكار حلوه قوي 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 قوي. جمع ما بين المطبخ وتنظيف المطبخ وتنظيف المواعين وغسيل المواعين، وما بين الطحينه وما بين تتبيله الفراخ. وكده الفيديو بتاعي انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.